أقسم لكم بالله أن قضية ذائقة. كل يوم نبدي بقصة، كل يوم نبدي بنثرة، كل يوم نبدي بقضية. إلى متى؟ أقسم بالله العظيم ما تحصل طيار بالعالم يظهر بصورته أو بيظهر عبر مواقع التواصل أو بيشوفوا شعبه إلا عندنا باليمن. تحصل كم من طيار مجنون، تحصل كم من طيار مشرد، تحصل كم من طيار مرجوم بشوارع اليمن، تحصل كم من طيار بيته ما فيش له اهتمام من الدولة. شاهدوا هذا الطيار اليمني خدم الدولة مدري كم سنة، اتخرج على يده كم من شخص، واليوم بشوارع اليمن. شاهدوا الفيديو. كنت انا زميلك في السخوي. كنت زميلك في السخوي. لا انا كنت مهندس ارضي بعدين انتقلت مهندس على الانتينوب. انا تحولت على الانتينوب انت مع خالد ناصر ومع خالد والله يرحمه عبد الناصر. الله يعطيك العافيه. جات لها اختار لك المروحه يا اخي ما دورتوا لعبد الناصر ولا المروحه. ايوه لما شلت المروحه. اي خدمات. العقيد طيار أحمد محمد العبار من أبناء محافظة أبين من مديرية لودر، أحد خريجي الاتحاد السوفيتي. كان يوما يحلق في سماء الوطن، يقود مقاتلة السوخوي 22 ويؤمن لنا الأجواء. صديق الفنان زكي يافع والذي كان سابقا عقيد مهندس جوي التقى به صدفة في شوارع مدينة عدن وهو على دراجته الهوائية المتهالكة وبمظهره المتواضع والبسيط. وسجل لنا الفنان هذا الفيديو موثقا خيبة البلاد التي تجسدت بهذا الطيار الذي خدم الوطن لكن الوطن خذله.